عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة بيت العيلة. معكم أحمد. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ البانيه بطريقة سهلة جدا وجميلة جدا، ولادك هيحبوها، مع شوية مكرونة، مع شوية شيبسي، مع شوية كاتشب. حاجة كده أحلى من بره وبطريقة سهلة ومقادير مفيش أحلى من كده. يلا بينا نعملها مع بعض. المقادير كالتالي: دي فراخ انا جايبها مقطعاها ومنضفاها، مطلعه الصدور بتاعتها ومقطعاها، مش جايباها من بره، متنضفه وتمام التمام. ومعانا الزبادي بتاعنا، وتوابل فلفل وملح وكمون وبهارات وتوم فريش وبصل بودر. عايزه تستغنى عن البصل البودر، هتجيبي ميه البصل بتاعة البصل وتستخدميها، مش البصل، المية بتاعته، وخل. هنجيب الفراخ بتاعتي نعصر عليها الليمون والخل. ده يا جماعة غير الخل والليمون اللي انا بحط ساعة الغسيل، ده حاجة كده للاكل، صحية جدا للاكل، وبتقضي على اي حاجة في اللحوم. هنجيب المكونات بتاعتي ونخلطها مع بعض. دي الزبادي، بيخلي دي طعم حلو قوي للفراخ. والتوابل بتاعتي، البصل والثوم والتوابل بتاعتي والملح والفلفل والكمون والكلام ده. عايزه سبايس احط شويه شطه خفيفه، طعمها حلو جدا. اقلبها كويس جدا جدا عشان المزيج ياخد من بعضه. وهنجيب الفراخ وننزل بيها كده واحده ورا التانية، وهنقلبها كويس قوي في المزيج ده. طبعا التتبيله دي يا جماعه احلى حاجه ان هي تفضل تبات تبات او على الاقل خالص 3-4 ساعات في التلاجة. البانيه ده تقدري بقى تجهزيه براحتك خالص وانتي واحده موظفه، وتعمليه كوجبه سريعه. مش هياخد منك وقت خالص، تكوني مجهزاه وتيجي على طول تقليه. ده البقسماط بتاعي، عليه معلقتين نشا ودقيق وملح وفلفل طبعا، مش اكتر من كده. هنقلبهم كويس وهنبتدي بقى ننزل بالبانيه ونتك عليه قوي قوي ونبططه كده علشان خاطر ياخد من البقسماط كويس. وبعدين نبقى ننفضه ونحطه في طبق لحد ما اخلص الكمية كلها، ولا تستخدمي بيض ولا اي حاجة خالص، وهيبقى تمام التمام وطعم مفيش احلى من كده. بعد ما اخلص البقسماط والكمية دي كلها ادخلها الفريزر نص ساعة او ساعة، علشان خاطر القشرة بتاعتي ما تقعش في الزيت. كده اضمن ان هو هيبقى مقرمش وماسك نفسه وتمام التمام. الزيت بتاعه هو جاهز وبنزل بيه. ما شاء الله عليه، ماسك نفسه جامد وتمام التمام. خلاص اهو ما شاء الله ابتدى هياخد لون، وخلاص كده هبتدي اطلعه واحط طاسة تانية. طبعا يا جماعة الكمية ممكن تعملي كمية كبيرة وتحتفظي بيها في طبق مثلا فل، وبين كل طبقة وطبقة تحطي كيس علشان خاطر ما يلزقش في بعض، وتطلعي وقت ما تكوني محتاجة. في اي وقت بيقعد في الفريزر براحتك خالص. اي يوم كده جاية مستعجلة طلعي وتعمليه على طول. وخلص البانيه جميل جدا، وحاجة والله العظيم يا جماعة طعمه نضيف جدا وحلو جدا، حاجة عاملاه بايدك في البيت وما كلفتكيش حاجة. يعني بصدر فرخة ممكن تعملي شوية بانيه حلوين وجنبهم شوية مكرونة، والولادك هيفرحوا بيها خالص وطعمها حلو. وزي ما انتوا شفتوا المقادير حاجة بسيطة جدا وحاجة متوفرة عندنا في البيت. ارجو تكون الحلقة عجبتكم. انتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة من قناة بيت العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.